النهارده هنتكلم عن اسحاق نيوتن، لكن هنتكلم عنه بطريقه مختلفه سنه. خلينا نقول ان هو كان طفل، ابوه مات، امه اتجوز راجل غني، اتنقل ما بين عيلته كتير، محدش حب ان هو يتولاه، ما فيش غير عم درانك مان، راجل سكران، عمه هو اللي قدر يتولاه وخده. بس عمه ده ما كانش يعرف غير حاجتين: السكر وازاي يعد فدادين او هكتارات القمح، سواء بقى كصفوف او كاعمده. ده اللي هو كان شايف انه متخصص فيه جدا. نيوتن في الحاله دي ما كانش في دماغه الكلام ده كله، هو كان في دماغه بس ازاي يقدر يعرف الضوء اتكون ازاي، يقدر يبص للشمس ويعرف اتكونت جزيئاتها ازاي والضوء بدأ يمشي ازاي. عمه ساعتها ضربه وقال له ان الصح انه يتعلم منه الطريقه بتاعته، وبالفعل اسحاق نيوتن اتعلم منه ازاي يقدر يعد، بل وان هو تفوق عليه. اسحاق نيوتن في سن ال9 سنين قدر يتوقع انتاجيه المحصول والهكتار بتاع القمح، وقدر يعرف المحصول هيقدر يعمل انتاجيه قد ايه. بس في سن ال10 سنين اسحاق شاف ان ده غباء، شاف ان الزراعه غباء، وبدا يرجع لابحاثه في فكره ان هو عايز يعرف الضوء بيتكون ازاي. وخد بالك ان المدرسه يعني بالنسبه له ما كانتش كنز، يعني ده هو المدرسه حتى لما كان بيروحها كان كل زمايله اللي حواليه اطفال، هم بيلعبوا، مش فارق معاهم اي حاجه، يعني مش فارق معاهم اي حاجه علميه. هو الوحيد اللي كان مركز على العين بتشوف ازاي الضوء، القمر بشكله الدائري ده هو الضوء بيجي منه ازاي. ساعتها كان مكتئب بشده لان الضرب كان مستمر سواء من عمه او سواء من زمايله. ساعتها اسحاق نيوتن قال او كتب في دفتر يومياته بتاع المدرسه: I'm a little fella, pale and weak, and there is no room for me, not in the house or in the hell. يعني أنا شخص صغير شاحب ضعيف، ليس لي مكان في المنزل أو في الجحيم. هنبدأ النهاردة بشكل مختلف، قصة مختلفة عن إسحاق نيوتن. القصة بتبدأ لما إسحاق نيوتن بدأ يركز أفكاره عن الفيزياء. بس هيحصل إيه لو إسحاق نيوتن ده في كون موازي بدل ما ركز أفكاره على الفيزياء، لا هو ركز أفكاره على المشاعر؟ إسحاق نيوتن حط ال3 قوانين للمشاعر. ده إسحاق نيوتن من الكون الموازي مش من الكون بتاعنا. وخلينا نقول الموضوع ده ممتع جدا، ويلا نبدأ. احنا بنتكلم بايه عن ايه بالتحديد النهارده؟ احنا النهارده بنتكلم عن فكره في كتاب Everything is Fun. انا عارف الكتاب اسمه بالانجلش يعني غريب سنه، بس هو بالعربي الترجمه بتاعته معناها الخراب، وبالفعل في نسخه منه عربي اسمها الخراب. وانا كنت قريت النسخه الانجليش فتره كده عشان كنت بحاول احسن الانجليش بتاعي، فللاسف ما بقتش عارف اقرا العربي. بس هو فعلا ككتب انجليش انا انصحك جدا ان انت تقرا كتب انجليش تكون حصيله كلمات كويسه، علشان خاطر الانجليش محتاج كلمات، محتاج فعلا كلمات. هتكون كمان افكار استحاله تتنسي، افكار جميله جدا، خصوصا ان الكتب الانجليش ليها متعه تانية لو انت قريتها بالانجليش من غير ترجمه، وبرده ليك الحريه ان انت تقرا الكتاب بترجمه. في كتابنا النهارده احنا بناخد شابتر 3. انا عارف ان احنا ما بدأناش كتاب قبل كده من شباتر قبل كده، بس انا حابب ان انا ما ابداش التسلسل شويه، حابب ان انا اعرض لكم بعض الافكار اللي عجبتني جدا في الكتاب. الكتاب بيفترض ان اسحاق نيوتن بعد ما حكينا عنه كده في البدايه هو بدأ يركز على مش الفيزياء، هو حط اسحاق نيوتن كواحد من كون اخر او كون موازي، ولكن ركز على المشاعر الانسانيه وحط لها 3 قوانين. واول قانون هو for every action there is an equal and opposite or emotional reaction. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لكل فعل رد فعل مساوي له في القوه وموازي له في الاتجاه بالنسبه للمشاعر. يعني ايه؟ تعالوا ناخد مثال. خلينا نقول ان انا جيت ضربتك، تمام؟ وبعد ما ضربتك انت هتحس بايه؟ انا ضربتك من غير سبب، انت هتحس اولا بان انت متضايق، هتحس بان انت غضبان، هتحس ان انت عايز تعوض، هتحس بان انت عندك الحمية ان انت لا انا لازم اخد حقي، انا لازم اتساوى معاك، لازم يحصل تساوي. هنا انت بتحس بحاجة اسمها moral gap. يعني ايه moral gap؟ يعني خلينا نقول ان هي ثغرة في المشاعر. انت حاسس ان في فرق ما بيني وما بينك، حاسس ان انا ليه انا ابقى بضربك وانت ما تضربنيش، او انت مش قادر تاخد حقك مني. ودي حتة احساس بعدم المساواة، او خلينا نقول بالظلم شوية. فالمورال جاب اللي اتكونت دي حسستك ان انت لازم تاخد حقك، او ان انت لا انت لسه ما اتعوضتش، انت حاسس بعدم المساواة. خلاص، ده في حالة ان انا ضربتك.
طب فرضنا ان انا جيت صالحتك بعدها واديتك تعويضات كتير وقلت لك انا اسف، انا ده مش هيتكرر مني تاني ومش هتحصل تاني، انت مش هتشوف مني اي موقف من المواقف الغريبه دي تاني، ودي تعويضات كتير. هل انت ساعتها هتحس، وخلينا نقول ان انت قبلت، ساعتها انت هتحس لسه بالظلم وعدم المساواه دي؟ لا، انت المورال جاب دي هتتقفل، الثغره اللي ما بيني وما بينك اخلاقيا هتتقفل. ساعتها هتحس بان انت اتعوضت او ان انت حسيت بمساواه. طب خلينا ناخد مثال تاني. خلينا نقول مثلا ان انا ما ضربتكش، ان انا جبت لك هديه غاليه جدا، جبت لك عربيه مثلا، جبت لك بيت اشتريته لك، وانت ما عملتش اي حاجه ليا، انا من نفسي جيت اديتك الحاجات دي. هل هيحصل عندك ايه؟ هل هتحس بالظلم؟ مش هتحس بالظلم، ولكن هتحس بعدم المساواه تاني. ليه؟ لان انا قدمت لك حاجه كويسه قوي وانت مش قادر تعوض عنها او مش عارف تعوض عنها، لان هي حاجه كبيره وصعب ان انت تعوض عنها. في منكم اللي هيبقى عنده سنس ان هو مش هيقبلها، لان انا مش عارف اعوض عنها، هقبلها ازاي؟ طب خلينا نقول انت قبلتها، هيفضل عندك المورال جاب، مورال جاب تاني. ازاي؟ في ثغره اخلاقيه ما بيني وما بينك، انا المره دي ما ضربتكش، لكن الفكره كلها في فكره ان انت حسيت بعدم التساوي. اذا فانا اقدر اقول ان المورال جاب دي او عدم او الثغره الاخلاقيه دي، هي في منها مورال جاب سلبي وفي منها مورال جاب ايجابي او بوزيتيف ونيجاتيف. خلاص؟ فاذا اللي انا اقدر اقوله هنا ان عدم المساواه هو اللي بيديلك الثغره الاخلاقيه. عدم المساواة هو اللي بيبقى بيكون عندك مشاعر. إذن فأنا أقدر أقول إن الرغبة اللي بتحركك هي عدم المساواة. عدم المساواة أو السعي للمساواة هو اللي بيكون عندك المشاعر اللي بتحركك. الثابت في كل المشاعر هي الرغبة. الرغبة في المساواة هي الثابت في كل المشاعر. أي مشاعر بتجيلك بتبقى نتيجة عن رغبة في المساواة. أي مشاعر بتتكون بسبب الرغبة في المساواة. تعالوا ناخد مثال مثلا، خلينا نقول الحزن. فالحزن بيبقى أنت حاسس بيه بسبب إن أنت خسرت شيء. فأنت لو كانت الدنيا معاك متساوية ومرة واحدة خسرت شيء، فعدم المساواة ده بيكون لك حزن. خلينا نقول غضب، أنت غضبان، الغضب ناتج عن عدم المساواة، فأنت بتحاول تفرض سيطرتك بالعنف علشان خاطر تحاول ترجع تعمل الايكواليتي او تعمل المساواة دي تاني من اول وجديد. طب تعال نشوف مثلا السعادة كمثال. هل لما ببقى انا سعيد، السعادة دي احنا قلنا الاول دي مشاعر العنف او مشاعر الحزن. طب مشاعر السعادة هي الحرية من الالم. انت امتى تبقى سعيد؟ ما يبقاش فوقيك ضغط، ما يبقاش فوقيك ضغط شغل، ما يبقاش فوقيك مثلا ضغط في العلاقات الشخصية مع الناس، ما بتبقاش حاسس بقلق وانت بتتعامل مع حد. كل ده بيبقى اسمه سعادة. اذا فالسعادة هي التحرر من الالم. فالمساواة هنا لما تحس ان انت معلكش قيود، ما عندكش الم في حياتك. نفس الكلام في الشعور بالألم نفسه. الشعور بالألم نفسه بيجي دايما من عدم المساواة. إذن فزي ما قلنا لكل فعل رد فعل، فلكل شيء رغبة في المساواة. رغبة في المساواة هي المشاعر في حد ذاتها. خليني أقول لك إن إحساسك بعدم المساواة ده هو اللي بيكون عندك إحساس العدالة. إحنا قلنا إن عدم المساواة هي اللي بتكون الأحاسيس، بس خلينا نقول العدالة بتتكون إزاي؟ العدالة بتتكون بنفس الفكرة بالظبط، ان انت عندك عدم مساواة، حاسس بالظلم، حاسس بان لا في حاجة المفروض تتظبط، دايما الدنيا مش مظبوطة، في عدم مساواة، انت دايما بتسعى دايما للمساواة ما بين الاشياء. ده بالنسبة للمشاعر. طيب خلينا اقول ان انا مثلا خلينا اقول ان انا شفت حد بيتظلم، حصلت عندي الرغبة، عندي رغبة بتحركني وعندي حاسس بعدم مساواة. ده هيخليني انا فيما بعد بحاول ما اظلمش حد، علشان انا شفت حد اتأذى، شفت حد اتظلم. اذا فانا مش بس باخد خبرتي او تجاربي من الحياة بتاعتي انا فقط، ولكن باخدها من حياة الاخرين. المشاعر عندي بتتكون مش بس من تجاربي، ولكن من تجارب الناس او من تجارب الاخرين. واحساس العدالة عندي بيتكون من التجارب. الثابت في المشاعر قلنا الرغبة في المساواة، والثابت في ان المشاعر تتكون وتتخزن في عقلي هي فكرة التجربة في حد ذاتها. التجارب هي اللي بتكون عندك المشاعر معظمها. خلينا نقول ان الموضوع عامل زي المكتبة. انا عندي مكتبة
المكتبه دي في عقلي اللاواعي. عقلي اللي لا واعي ده، اللي انا مش دايما باخد بالي من التصرفات اللي بتحصل جواه، مقسوم لاتنين. انا عندي عقل ولا عقلين؟ عندي عقلين. الكلام ده هنتكلم فيه في حلقه تانية، لكن خلينا نثبت على فكره ان انا عندي عقل بيفكر وعقل بيحس. خلاص. طيب خلينا نشوف العقل اللي بيحس، هو ده اللي بنقدر نقول عليه العقل اللاواعي. طيب العقل اللاواعي، العقل اللي بيحس، لما بيشوف مشهد فيه ظلم بيحاول يعمل تعويض عن الموضوع ده بان هو يعمل مساواة في المشاعر، وبعد كده بيبدأ ياخد قرار. اذا فالمشاعر هي اللي بتأسس عندك نقطة اتخاذ القرارات. كلام صعب شوية، نحاول نبسطه. خلينا اقول زي ما قلنا ان انت شفت مشهد فيه ظلم، وحاولت ان انت دايما تحقق العدالة بنفسك. فانت قلت لو انا حصلت فيما بعد وبقيت انا اللي ماسك الموضوع ده، او انا اللي حصلت معايا الموقف ده تاني، استحالة اظلم حد تاني، استحالة ان انا اعمل المشكلة دي، استحالة ان انا هاجي على حد مثلا. عقلك اللاواعي خد الكلام اللي انت قلته وراح مقيده في دفتر عنده، وقايل لو الموقف حصل كذا انا هرد عن طريق كذا، لان استحالة اعمل الظلم ده او اوقع الظلم ده على حد. خلاص، ده اللي حصل وعقلك سجله. عقلك بعد ما سجله راح قافل الكتاب ده وشاله في رف مكتبه، بحيث ان لما تحصل معاك التجربه دي تاني ان انت ما تظلمش حد، او ان انت لو اتحطيت في الموقف ده ما تظلمش حد. وبدأ يعمل مشاعر وتجربه ياخد منها قرار 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 قرار، وعمل زي رف كبير، مكتبه كبيره، وخد منها القرارات دي كلها. فاصبح ان انت بدأت تشكل قيم ومعتقدات عن طريق تجارب سابقة، تجارب عملت لك مشاعر، حسيتك بأحاسيس معينة. الأحاسيس دي خلتك تاخد قيم وتحط معتقدات خاصة بشخصيتك وبنفسك، والمعتقدات الخاصة بشخصيتك ونفسك على أساسها بدأت تاخد قرارات. إذن فدي هي أهمية المشاعر. المشاعر هي اللي بتدي لك الدافع، هي اللي بتدي لك الرغبة في ان انت تعمل مساواة، هي اللي بتخليك على اساسها وعلى اساس تجاربك في الحياة ان انت تبدأ تاخد قرارات. اذا فمشاعرك هي اللي بتحدد قراراتك، ومشاعرك دي مش بس هي مجرد مشاعر، لكن هي اتكونت عن الرغبة في المساواة. دايما دور على الرغبة في المساواة، دايما دور احساسك كان ايه لما ده حصل، ولما احساسك ده اتكون على اساس اني دافع، اني حاجة اللي كانت بتزقك علشان خاطر تاخد القرار، او اني حاجة اللي كانت بتزق مشاعرك ناحية احساس معين، لان احساسك ده هو اللي هيشكل مكتبة افكارك. الرغبة في المساواة هي الثابت، هي اللي على اساسها بتتحدد مشاعرك، هي اللي على اساسها تجاربك في الحياة بتتكون. ده بالنسبة للمشاعر. طب خلينا اقول ان انا شخص في عادات كتير سيئة، كلنا فينا عادات كتير سيئة، بس خليني اقول لك مثلا انا شخص من الاشخاص ما بعرفش مثلا اكل غير مرة واحدة في اليوم، مثلا بتبقى دايما بالليل. يعني الناس القريبين مني دايما بيبقوا عارفين الموضوع ده، انا ما بعرفش اكل غير مرة واحدة وبتبقى بالليل، ولو كلت طول اليوم معدتي بتوجعني وما بعرفش اكل، انا ما بعرفش اكل. خلاص. اكيد اكيد لو انا جيت فكرت ايه المتعة اللي انا باخدها من ورا ان انا اكل مرة واحدة في اليوم. طيب سيبك من بس المتعة، خليني اقولك على حاجة، انا بتهرب من شيء، بتهرب من الألم. اذا فانا الحافز اللي حركني او الرغبة اللي حركتني في الموضوع ده حاجتين: خوف من الألم ان انا معدتي بيوجعني طول اليوم، يبقى اذا الخوف هو دافع او رغبة يزقك ناحية ان انت تحدد اتجاهات معينة في تفكيرك، زائد الاستمتاع اللي انا بحسه ان انا خلصت اليوم ومروح مرتاح، مفيش اي حاجة بتعملها، بشغل اي حاجة اتفرج عليها وقاعد باكل وبعد كده بنام. فاذا اي عادة فيك، اي قرار بتاخده في حياتك، اي حاجة شكلت شخصيتك، هي كان اساسها اما رغبة في شيء او خوف من شيء. المساواة في ان انت تحس بالمتعة في الحاجة او تخاف من شيء هو اللي بيحركك، هو اللي بيزقك، هو اللي بيخليك تاخد الدافع. طب افرض ان انا عايز اغير رغبة، عايز اغير عادة، عايز اغير حاجة بقالها سنين محفورة في دماغي مش قادر اغيرها. عشان تقدر تغير عادة سيئة او فكرة او مثلا خلينا نقول قرار انا باخده مثلا،
فانت لازم تنزع المتعه من الشيء ده. انت ليه بتاكل؟ انا مثلا ليه باكل بالليل؟ عشان انا بحس بمتعه وانا قاعد بخلص شغلي ومخلص دنيتي وقاعد بتفرج على حاجه وقاعد رايق وباكل. لو انا عايز اغير ده فانا محتاج ان انا اشيل من المتعه او اشيل الجزء اللي بيمتعني ده واحاول اخلي المتعه في ان انا اكل في اليوم في 3 مرات. نبسط الموضوع شويه، نبسط الموضوع، موضوع معقد سيكا فنحاول نبسطه. انا عارف ان الفيديو ده هيبقى صعب شويه ان الناس تركز فيه من اول مره، بس انت حاول معلش تبقى مصحصح معايا، لان صدقني الموضوع ده يعني تخيل انا بحاول الخصه لك. انا قريته انجلش فاهم، كان في كلمات كتيره مش عارفها وقاعد بترجم وكان حوار ف... فاحنا هنحاول ايه نلخص الموضوع ابسط سنه. خلينا نقول مثلا انا شخص كسلي خلاص، او انت شخص كسلي، يعني كلنا كسالى اصلا، انا بحب الكسل جدا ودي للاسف حاجه سيئه. طيب خلينا نقول ان في شخص كسلي ايا كان انا وانت عادي، الموضوع مش حوار. الشخص الكسلي ده قرر ان هو هينزل يتمشى، فهو في رغبه عايز يعملها، بس هو مش بس قرر ينزل يتمشى، لان انت لو حاولت تغير العاده اللي عندك هتبوظ وهترجع تاني للعاده القديمه. انت لازم تلاقي متعه في الشيء الجديد. فمثلا انا قررت ان انا بتمشى او انا بعمل رياضه معينه ان انا مثلا هكلم شخص بحب اتكلم معاه، فانا كده بحاول احط متعه في الشيء الجديد. طب فرضنا مثلا انا بحب اسمع كتاب مثلا بدل ما اقعد اقرا كتاب، فانا حبيت ان انا اسمع كتاب. فلو انت دخلت حبك لان انت تسمع الكتاب دوت وانت بتجري او وانت بتتمشى، فايه اللي هيحصل؟ اللي يحصل ان انت هتربط متعه جديده برياضه المشي او رياضه الجري ايا كان. ففي الحاله دي انت بتبدل متعه بمتعه. يبقى احنا كده نقدر نحط قاعده ان الاستمتاع هو اساس المشاعر، هو اساس الشخصيه بتاعتك. لان احنا كبني ادمين الاستمتاع بالنسبه لنا هو بيمثل شيء اساسي قوي. لو انت قدرت ان انت تغير العاده السيئه، تشيل المتعه منها وتحط المتعه في حاجه ايجابيه نفسك تعملها او حاجه كويسه نفسك تعملها، في الحاله دي انت هتقضي على العاده اللي موجوده جواك اللي بقالها سنين متراكمه، حتى لو انت ما تعرفش المصدر بتاعها ايه. فرضنا انت ما تعرفش انت ليه بتحب مثلا خلينا نقول التدخين. التدخين شيء سيء جدا. خلينا نقول ان انت بتحب التدخين، خلينا نقول ان انت عايز تقضي على التدخين. ما تدورش على الاسباب اللي هتخليك انت تبطل تدخين او قد ايه التدخين ده ضار. انت بتلاقي المتعه في التدخين، دور على المتعه في شيء تاني. ساعتها عقلك اوتوماتيك هيحب المتعه التانيه وهيبص للتدخين على ان انا ما خسرتش، لا هو هيبص للتدخين على ان انا لقيت متعه اجمل، فانا هكمل في المتعه الاجمل. شفت الموضوع ماشي ازاي؟ الموضوع ماشي كده بالبساطه دي. بالبساطه دي الموضوع ابسط من كده. عايز تغير حياتك الموضوع ابسط من اي شيء. خلينا نقول اي حاجه تدور على المتعه في شيء ايجابي هينسيك متعه الحاجه السلبيه. في النهايه اللي انا عايز اقوله عشان نبقى خلصنا اول قانون من قوانين نيوتن، انا عارف ان الفيديو ممكن يبقى طويل سنه، عشان كده مش هناخد ال3 قوانين في الفيديو ده. ان شاء الله في الفيديوهين الجايين هنشرح القانونين التانيين، ويبقى احنا كده خلصنا شابتر 3 في الكتاب. اللي انا عايز اقوله في النهايه ان انت قيمك هي اللي بتحدد شخصيتك، وهي اللي بتحدد خلينا نقول تصرفاتك. وقيمك وتصرفاتك وشخصيتك التلاتة بيرجعوا للرغبة، والرغبة هي الرغبة في المساواة، وهي دي اللي بتحدد مشاعرك. وهو ده القانون الأول لنيوتن بتاع المشاعر. وزي ما قلنا نيوتن بتاع المشاعر ده هو شخص ملوش وجود في الواقع بتاعنا. نيوتن بتاع المشاعر هو شخص في كون موازي الكتاب فرضه بحيث ان احنا نقدر نفكر بشكل احسن. ان شاء الله ناوي ان انا اكمل معاكم الجزء بتاع المشاعر، 3 افكار للمشاعر، 3 قوانين للمشاعر. ناوي ان انا اكملهم معاكم. ناوي ان انتوا احاول اشرح لكم الاجزاء الفاضله من الكتاب. اكيد الكتاب عجبكم، اكيد الافكار الجديده بتاعت الكتاب جميله. نعم في افكار شويه مش يعني هتعجبكم، ممكن نقولها. في افكار سيئه شويه فممكن ما نتكلمش عنها خالص. مش حابب دايما ان انا اوضح الجزء السيء من الكتاب، حابب ان انا دايما اجيب لكم الاجزاء كويسه. قريب ان شاء الله هنتكلم عن بقيه الاجزاء. استنوا الفيديوهين الجايين ان شاء الله هنتكلم فيهم عن الافكار او الفكرتين التانيين اللي عند نيوتن. وممكن لو هم ما خدوش معانا وقت طويل يبقوا فيديو واحد ان شاء الله. كان معاكم طارق احمد، اتبسطت ان انا عملت لكم الفيديو دوت قناه تي استوديو. مبسوط جدا ان انا عرضت لكم الافكار دي. ان شاء الله اللي جاي هيبقى فيه افكار تانية اجمل هتشدكم احسن. سبسكرايب ولايك بسرعه دلوقتي، اعمل سبسكرايب اعمل لايك. استنى الفيديوهين الجايين. انبسطت جدا ان قدمت لكم الفيديو دوت. سلام.